الآن ونحن نتحدث عن الأبطال وعن النماذج المشرفة وعن قادتنا من أبطال حرب 1973. معنا نموذجا مشرف السيد اللواء طيار دكتور حسن محمد حسن، أحد أبطال الضربة الجوية والوحيد الذي مثل القوات الجوية لتكريمها بمجلس الشعب عقب نصر أكتوبر عام 1973 برفقة الفريق طيار المرحوم محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر. أشرف اليوم بالتواجد في رحاب دار مؤسسة الجمهورية، كما أشرف أيضا بالسادة الحضور الكريم. نتلمس بوضوح علم مخاض لعالم تحاول القوى العظمى للحفاظ على الهيمنة، وأخرى تبدو ملامح الضعف، والشرق بهدوء ينمو متسارعا، وعدم استقرار متزايد إقليمي. وتلك المظاهر المتزايدة والمؤثرة تظهر أهمية الوعي العام لعناصر قوة الأمن القومي. وطبقا لمفاهيم علوم الاستراتيجية والأمن القومي، فإن القوى الشاملة للدولة تحديدها وتقييمها اهتمت بها الفكر الاستراتيجي نظرا لارتباطها الوثيق بالأمن القومي للدولة. الاتجاهات الحديثة في تعريف القوى الشاملة يستخدم الأبعاد الثلاثية للقوة: صلبة وناعمة وذكية. القوة الصلبة ويتضمن القوة أمثلة لها القوة التكنولوجية، القوة الاقتصادية، القوة العسكرية، القوة السياسية، القوة الجيوستراتيجية. القوة الناعمة وهي تتضمن القوة الثقافية والإعلامية، وقوة التواصل الاجتماعي والفنون، وهي تقوم على بعض الأركان الأساسية مثل القدرة على تشكيل تصورات ومفاهيم الآخرين وتلوين ثقافتهم وتوجيه سلوكياتهم، مع القدرة في جاذبية النموذج والقيم والسياسات ومصداقيتها وشرعيتها بنظر الآخرين. العالم الآن ببساطة شديدة القدرة على تعميم الرواية وسرد الوقائع، والفائز اليوم تفوز رواياته للأحداث. الثالوث الأخير بعد القوة تسخير كل الأدوات سواء الصلبة أو الناعمة، والبحث عن الأداء بينهما في الأداة المناسبة بين هذه الأدوات بما يناسب السياقات المختلفة، حيث أن بعض الدول لديها مصادر كثيرة للقوة لكنها تفشل في تحويلها إلى مخرجات تصب في صالح الدولة. من المهم لتحقيق القوة الذكية وتحويل القوة الفعالية هو الفهم الكامل لمصادر القوة التي تمتلكها وكيفية الجمع بينها في سياقات مختلفة، وتصبح القوة الذكية هي المزج ما بين القوة الصلبة والقوة الناعمة في استراتيجية واحدة فعالة تحويلها إلى قدرة. وبعض الدراسات السابقة ولهم كل الحق تعتبر أن من أول القيادات في العالم التي استخدمت القوة الذكية كان أنور السادات في حرب 73. لقد وأكرر أن القوى الناعمة في العالم اليوم تستخدم بطرق متعددة، وهي المدخل لحروب الجيل الرابع الذي يستهدف لهدم الدولة. ولذلك من الأهمية بمكان أن أنظر لهذا الكتاب، لأنه يعتبر تقوية لجهاز مناعة المجتمع. ومن هذا تأتي أهمية هذا الكتاب، فهو مرجعية موثقة
لمواجهة الفكر المتطرف والمشكك، فهو بحق تسجيل لمسيرة وطنية من قيادة وشعب. شكرا.